قفوا بخوف الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل شريف من بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين. بن شويس وبن نوتي وبن سوتير وبن أوروتيرين بسوس بخريستوس بشير ببنوتة أنخ بيونا بشائني من مزامير أبينا داود النبي والملك، بركاته على جميعنا آمين. استجب لي يا رب عاجلا فقد فنيت روحي، لا تصرف وجهك عني يا رب. استمع صلاتي، انصت بحقك إلى طلباتي. مبارك الآتي باسم رب القوات، ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم الأبد آمين. وفيما هو مجتاز رأى إنسانا ولد أعمى فسأله تلاميذه قائلين يا معلم من أخطأ هذا أم أبواه لأنه ولد أعمى؟ أجاب يسوع لهذا أخطأ ولا أبواه، لكن تظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن نعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي الليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من الطفل تينا وطلى به عيني المولود أعمى، وقال له اذهب فاغسل وجهك في بركة سلوام الذي تفسيره المرسل. فذهب وغسل وجهه وأتى بصيرا. فجيرانه والذين يعرفونه من قبل إنه كان أعمى كانوا يقولون أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ فقوم كانوا يقولون أنه هو، وآخرون كانوا يقولون لا لكنه يشبهه. أما هو فكان يقول إني أنا هو. فقال له كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال الإنسان الذي يدعى يسوع صنع طينا وطلى به عيني وقال لي اذهب واغسل وجهك في سلوام. فمضيت وغسلت وجهي فأبصرت. قالوا له أين ذاك الإنسان؟ قال لا أعلم. فقدموا الذي كان قبلا أعمى إلى الفريسيين. وكان سبت لما صنع يسوع الطين وفتح عينيه. فسأله أيضا الفريسيون كيف أبصرت؟ قال لهم وضع طينا على عيني واغتسلت فأبصرت. فقال قوم من الفريسيين أن هذا الإنسان ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت. وقال آخرون كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ وكان بينهم شقاق. قالوا أيضا للأعمى ماذا تقول أنت عنه؟ فأنه فتح عينيك. فقال أنه لنبي. فلم يصدق اليهود أنه كان أعمى وأبصرا حتى دعوا أبويه فسألوهما قائلين أهذا ابنكما الذي تقولان أنه ولد أعمى فكيف يبصر الآن؟ أجاب أبواه وقال نحن نعلم أن هذا ولدنا وأننا ولدناه أعمى، أما كيف يبصر الآن فلا نعلم، أو من فتح عينيه فلا نعلم. هو كامل السن اسألوه ليتكلم عن نفسه. قال أبواه هذا لأنهما كانا يخافان اليهود، لأن اليهود كانوا قد قرروا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع. لذلك قال أبواه أنه كامل السن اسألوه فدعوا ثانية الرجل الذي كان أعمى وقال له أعطي مجدا لله
نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. فأجاب الذي كان أعمى قائلا: إن كان خاطئا فلا أعلم، إنما أعرف شيئا واحدا، إني كنت أعمى والآن أبصر. قالوا له: ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟ أجابهم: قد قلت لكم فلم تسمعوا، فماذا تريدون أن تسمعوا أيضا؟ هل تريدون أن تصيروا له تلاميذا؟ فشتموه قائلين: أنت تلميذ ذاك، أما نحن فإن تلاميذ موسى، ونحن نعلم أن الله كلم موسى، أما هذا فلا نعلم من أين هو. أجاب الرجل وقال لهم: إن هذا أيضا العجب، إنكم لا تعرفون من أين هو، وقد فتح عيني. ونعلم أن الله لا يسمع للخطاة، لكن إن كان أحد للإله عابدا ولإرادته صانعا فلهذا يسمع. منذ الدهر لم نسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى، فلو لم يكن هذا من الله لما قدر أن يفعل شيئا. أجابوا وقالوا له: أنت بجملتك مولود في الخطية، وأنت تعلمنا. فأخرجوه خارجا. فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له: أتؤمن أنت بابن الله؟ أجاب ذاك وقال: من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع: إنك تراه وهو الذي يكلمك. فقال: أؤمن يا رب، وسجد له. فقال يسوع: أتيت أنا لدينونة العالم حتى يبصر العميان ويعمى المبصرون. فسمع قوم فريسيين الذين كانوا معه وقالوا له: ألعلنا نحن أيضا عميان؟ فقال لهم يسوع: لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، والآن تقولون إننا نبصر، فخطيتكم باقية. والمجد لله. تفضلوا ارتاحوا. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. امسك في يا رب نعمتك برحمتك، لا تكلم عليها وتلهب قلوب محبيك فيخرجون في طلبها. اخلط يا رب روح القدوس في كلامي ليكون قدسا مقدسا فاسهل السامعين. أطلب من رب الجنود أن يعطيني كلمة لتكون بركة لكل نفس حاضرة في هذه البيعة. كل سنة وانتم طيبين بالأيام الجميلة اللي احنا بنعيشها في الصوم. والأيام الجميلة بتاعت الصوم بتجري بسرعة، حالا بتخلص، بس الجميل اللي فيها ان احنا الشاطر يستفيد من فترة الصوم عشان يعيش كل أيام عمره كلها وهو بيرضي ربنا. ازاي الواحد يرضي ربنا وهو بيقضي أيام عمره على الأرض؟ أجمل شيء يا أخواتي زي ما الإنجيل النهاردة بيتكلم عن مولود أعمى، إن احنا ربنا هيطالبنا بالوزنات اللي ربنا مديهالنا، مدينا عينين وبنبصر بيها، والقلب للأسف أعمى، القلب أعمى، فبننسى ربنا ونتوه عنه ونبعد عنه. القلب أعمى لأنه يحب العالم وشهوات العالم. دماس قد تركني لأنه قد أحب العالم الحاضر. كان ليه عينين، مش عينينه بس، ده كان بيعمل معجزات،
كان بيعمل معجزات ويقيم موتى ويخرج شياطين ويشفي مرضى، إنما للأسف قلبه اتعمى بشهوات العالم. بولس الرسول بيقول عنه: ديماس قد تركني لقد أحب العالم الحاضر. يعني لو احنا حبينا العالم ده اللي احنا عايشين فيه هنعمى، مش هنشوف ولا هنسمع صوت ربنا، وهنترك إلهنا ونعبد العالم. وده اللي عملوه شعب إسرائيل. ممكن الولد الصغير يعني. شعب إسرائيل لما موسى طلع على الجبل واتأخر شوية عشان ياخدوا الوصايا من ربنا، شعب إسرائيل ضغطوا على هارون وزاغوا وفسدوا. يقول الكتاب: قد زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وقالوا: هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. شفتوا القساوة القلب والعمى؟ عمى القلب يوصل لإيه؟ نسيوا إلههم اللي أخرجهم من أرض مصر، نسيوا يد الله والضربات اللي كان بيضرب بيها شعب مصر، وسجدوا العجل وعبدوه وقالوا: هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. فكل واحد فينا لو حب العالم هيسجد للعالم ويتعبد للعالم، والعالم بيملك عليه. اللي عنده فلوس هيتعبد للفلوس، اللي عنده شهوات هيتعبد للشهوات، يصير عبد للشهوة اللي في جسمه، ويفسد نفسه ويفسد آخرين. فده عمى في القلب وعمى في الفكر وعمى في كل تصرفاته. الإنسان الذي يحب إلهه ينفذ الوصية لكي لا يعمى ويفقد النور الإلهي الذي يعطيه إلهنا لكل واحد فينا، ويتمتع بالنور زي ما بيقول أحد الآباء: الذي ينظر إلى المخلوق يتوارى عنه النظر إلى الخالق. شفتوا العمى بيجي إزاي؟ أنت تتعبد للمخلوق، بتبص على جماله، هتتحرم من جمال ربنا، مش هتشوف ربنا. هقولها تاني: الذي ينظر إلى المخلوق يتوارى عنه النظر إلى الخالق، مش هيشوف ربنا. فالجمال الجسد ده بيفنى ويزبر. وشوف إنسانة جميلة جدا أو شاب جميل جدا، شوفوا لما بيكبر في السن والعمر بيجري بيه، شوف بعد شوية العمر بيجري والملامح بتتغير والشكل بيتغير. فين جمال؟ لا يوجد جمال. فالإنسان العاقل يكون عينين قلبه تبصر. عشان كده أبونا داود النبي بيقول أنر عيني لألا أنام نوم الموت. خلي بالكم، مش عينين جسدية، ده عينين قلبه. أنر عيني لألا أنام نوم الموت، لألا أغضبك يا إلهي، لألا أبغضك، لألا أصنع الشر، لألا أفسد هيكل الله الذي ائتمنتني عليه. ده الإنسان اللي هو ربنا بيحبه وعاوز يعيش يتعبد لإلهه، يكون يضع مخافة ربنا قدامه في كل حين، لألا العالم يملك على قلبه ويملك على أفكاره ويملك على حواسه. كان في إمبراطور أيام زمان كان ماشي في الجبل، فلقي مغارة بتاع أحد الرهبان
فخبط على الباب بتاع الراهب ده. فالراهب غلبان ومسكين وما عندوش حاجة في مغارته غير لقيه شوية مية وكسرة خبز، فيش غيرهم عايش عليهم. فقدم للإمبراطور وهو خجلان قوي إن يقدم له شوية المية وكسرة الخبز. فالإمبراطور قعد على الأرض وأكل كسرة الخبز وشرب المية. فقال له عبارة حلوة. الإمبراطور ده كان عايش في قصور وعايش في خدم وعايش في وسط جنود، إنما أعمى مش شايف. بمجرد ما أكل كسرة الخبز وشرب شوية المية بتاعت الراهب الغلبان ده اتفتحت عيني قلبه. عيني قلبه. فقال له ما أسعدك يا أبي. شوف الإمبراطور بيكلم الراهب بيقول له ما أسعدك يا أبي إنك تركت أباطيل هذا العالم. فتحت عينيه، شاف عينين قلبه. ما أسعدك إنك تركت أباطيل هذا العالم، وإنني لم أأكل في حياتي خبزا أشهى من هذا الخبز، ولم أشرب ماء أطيب من هذا الماء. طعم المية بتاعتك ليها طعم تاني، والخبزة بتاعتك اللي أنا أكلتها دي أشهى من أي خبز أكلته في قصور الملوك وقصور الأباطرة. شفتوا الجمال؟ فتحت عينيه زي ما واحد فينا عبد للخطية مش شايف، أبونا يكلمه مش شايف، يفتح الإنجيل مش شايف، أعمى في قلبه. فبمجرد ما يتلامس معه الله ويخضع لصوت إلهه تنفتح وتزول الغشاوة الموجودة على قلبه. وده اللي حصل مع أبونا القديس أغسطينوس كان أعمى في قلبه وعنيد، وكان ضد الأسقف الموجود في الكنيسة ويرفض التوبة ويرفض سماع صوته ويعاند مع أمه مونيكا ويرفض تعاليم المسيح. فربنا عاوز يشيل غشاوة على قلب أغسطينوس. يعمل خلاه قاعد في جنينة كده. وكان في زمان ما كانش كتاب مقدس زي أيامنا الحلوة دي. احنا كل واحد عندنا كتاب مقدس ليه هو لشخصه، مش في البيت بس، ليه شخصه. فكان في بيكتبوا كتاب مقدس على ايديهم مخطوط وكانوا بيوزعوه المسيحيين على بعض. ففي ورقة من رسائل بولس الرسول طارت تحت عند أغسطينوس. هو فيلسوف كبير، فبحب الفضول منه مسك الورقة وقعد أراها. فانفتحت عيناي قلبه فورا وابتدى يبحث عن كلام الله الذي في الكتاب المقدس، وابتدى يبكي بكاء مرا، وابتدى يبحث ويحفظ الكتاب المقدس كله ويفسره ويتأمل فيه، وصار معلما وراهبا وقديسا واسقفا لغاية هذا اليوم. احنا بنحفظ أقواله وكتاباته. فبيخاطب ربنا بيقول له تأخرت كثيرا في حبك. بدأت الغشاوة تروح بقى عن عينيه وعن قلبه وعن ودانه وعن عقله وعن أفكاره. تأخرت كثيرا في حبك. يا ده أنا زعلان يا رب على العمر اللي جري مني. ده أنا جلدي كرمش وظهري انحنى والأيام بتجري مني، وأنا كان نفسي أعرفك من أيام شبابي من أيام طفولتي. ده اللي قاله أغسطينوس. بس كده قالوا لا،
قال له كنت فيا فكيف خرجت أبحث عنك خارجا عني. يا ده أنا اكتشفت بعد العمر ده كله أنك أنت فيا، بس أنا كنت تايه ببحث عنك بره، في الطبيعة، في العلوم، في الفلسفة، في النساء، في الأطفال، في الجمال كله اللي موجود في العالم. كنت فيا فكيف خرجت أبحث عنك خارجا عني. كنت معي ولكن لشقاوتي لم أكن معك. طول رحلة حياتي أنا شايفك يا رب مرافقني وماشي معايا، إنما للأسف أنا مش معك. شوف الواحد فينا لما بتتكشف الغشاور على قلبه وعلى عينيه بيشوف كويس، يبقى زي المولود أعمى ده اللي ما كانش ليه عينين. المولود بتاع أعمى ده بتاع النهارده ما كانش ليه عينين، بس ربنا خلق له عينين عشان الله خالق. فبيذكرنا بالخلق الأول اللي عمله ربنا لما صنع آدم من الطين، فراح تفل على الأرض وعمل طينة كده هو صغيرة وحطها عليه المولود أعمى عشان يذكرنا بأن ده إله هو نفسه الإله الخالق ربنا يسوع المسيح. فخلق عينين جداد ما كانش فيه عينين، فعمل له عينين جداد للمولود أعمى. فكذلك كل واحد فينا في قلبه حجر يتحول إلى قلب لحمي، قلب فيه نجاسة، في كبرياء، في شهوة، في خطية، في طمع، في حقد، في كراهية، في كذب. كل ده موجود في قلبي، هو اللي بيعمل العمى. عارفين زي ما الواحد كده هو يحط حاجة على عينيه ما يشوفش بيها، فكل الخطايا اللي انا قلتها دي يخلي قلب الواحد فينا أعمى ما يشوفش. كنت فيا فكيف خرجت أبحث عنك خارجا عني. كنت معي ولكن لشقاوتي لم أكن معك. أنا مش معاك يا رب. فكل واحد فينا يراجع حساباته ويشوف ازاي الواحد يرجع تاني لربنا ويشيل الغشاوة الموجودة على قلبه اللي مسببه له العمى. هتقول لي ده أنا بروح الكنيسة باستمرار وببقى أول واحد وبقعد في الصفوف الأولى وبحط عشوري في الكنيسة وبعمل خير كتير وبصوم الصيامات كلها، إنما في غشاوة في قلبك هي التي تعطلك عن إلهك. ابحث عن الغشاوة الموجودة. ممكن في محبة غريبة جوه قلب كل واحد فيكم بتعطلكوا عن ربنا، محبة غريبة. ممكن محبتك لنفسك، ممكن الطمع اللي فيك، ممكن العجرفة اللي فيك، ممكن الكذب اللي فيك، ممكن الشهوة. كل ده بيعمل غشاوة على القلب وعلى العينين وعلى كل شيء. الفريسي والعشار دخلوا الهيكل، دخلوا كده هو من الباب، الفريسي أول حاجة عملها قال له أشكرك يا رب. غلط في حاجة؟ ما غلطش في حاجة، قال له أنا أشكرك يا رب. شفتوا الغلطة اللي جاية بقى لست مثل باقي الناس الظالمين الخاطفين الزنا. يا دي المصيبة، يعني بتبرر نفسك فوق قوي كده، بترفع وكمان بتعلق مشنقة بكل البشر الموجودين، كل الناس الموجودة بتعلق مشانق ليهم. لست مثل باقي الناس الظالمين الخاطفين الزنا، يعني بيحكم على الناس كلها، بيظلموا وبيخطفوا وبيزنوا، وانا ابر منهم. وقال له انا بصوم وبعطي عشور اموالي وبعمل بر في كذا وكذا وكذا، انما العشار حط وشه في الارض وقال له ارحمني يا رب انا الخاطي. من منهم يا اخواتي يبصر؟ من منهم يبصر؟ من منهم يوجد غشاوة على قلبه وعقله وعينيه؟ فنزل العشار مبرر والفريسي نزل مدان.
لأنه بيدين الآخرين، والذي يدين الآخرين يدان في يوم الدينونة. كان في راهب دخل الدير وقعد طول حياته متواني في الدير. فجات يوم نياحته، لما يجي راهب يتنيح في الدير الرهبان كلها تلم حوالين منه عشان ياخدوا بركته. فلقيوه مبتهج وفرحان قوي وهو وقت نياحته. فالرهبان الشيوخ مش سهلين، فقالوا الحق يا ابني ابكي على نفسك، احسن انت حياتك كلها مش كويسة قبل ما تموت. فقال له قعد يضحك بقى الراهب ويبتسم ووشه نور قوي. قال له انا من يوم ما دخلت الدير لم أدين احد، ما دينتش حد، وعشان كده انا اعلم جيدا ان الهي لا يدينني، لان الهنا وعدنا وقال لا تدينوا لكي لا تدانوا. من يوم ما دخلت الدير انا ما دينتش حد، فانا اعلم ان الهي مش ممكن هيديني ان انا ما دينتش حد. ثم فارقت روحه جسده. بعد ما قال الكلمه دي وشه منور. شفتوا؟ يبقى ده اعمى ولا يبصر؟ يبصر، شايف وعايش بالوصيه ومرضيش يغضب إلهه. رعوس بعد ما جوزها مات وحماتها قالت لها روحي بقى شوفي لك حد تجوزيه ولا حاجه، انت صغيره في السن وخلاص اتركيني بقى، انا ماليش حد، روحي. شفتوا انها ازاي عينيها وعينين قلبها بتبصر، وعشان كده ربنا كرمها. ولغايه دلوقتي احنا حافظين اسمها وحافظين سيرتها. قالت بقى؟ حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، الموت وحده الذي يفرق بيني ما بينك. شفتوا الجمال؟ مين يقول كده؟ دي غريبة الجنس، أممية، مش من شعب إسرائيل ولا اليهود. تقول لحماتها كده؟ ده حماتها، يعني المفروض بيقول لك مجرد ما جوزها مات ملاش حد تروح سايبها وتجري تقعد في وش حماتها. في بنات في الايام دي تقعد في وش حماتها حتى لو حماتها دي خالتها او عمتها، تصدق ما تفك عنها. انما شفتوا الجمال بقى، عشان كده ربنا كرمها وقال لها من انساب السيد المسيح ذكر اسمها، وكل الناس بيحبوها وبيسموا ولادهم باسمها عشان سيرتها عطرة. حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، الموت وحده الذي يفصل بيني وبينكم. شفتوا اللي بيعملوا الواحد بيزرعه دلوقتي بيحصده. يا زرعة حلوة حصدت، وربنا كرمها واتجوزت وأنجبت وكان أيامها كلها بركة. شفتوا بقى إزاي بتبصر وإزاي الواحد بيعمى. الفريسي أعمى، إنما رعوس كانت تبصر. أغسطينوس كان كان أعمى، ثم بعد ذلك أبصر عندما تقابل مع المسيح. السامرية كانت عامية، فبتجوزها 5، وكمان في نفس الليلة تقابلت فيها مع السيد المسيح كان معها رجل غريب في بيتها في نفس الليلة. إنما لما تقابلت مع السيد المسيح وقالت له أعطيني لأشرب من هذا الماء، فتروت بالماء، الماء الحي، فكرهت الخطية وكرهت كرهت الشهوة وكرهت كل ما في العالم، وتبعت المسيح. تبعت المسيح. اللي يتبع المسيح لازم يزيل الغشاوة الموجودة
على قلبه وعلى أفكاره وعلى حواسه وعلى عينيه. ده اللي عاوز يعيش مع مين؟ مع ربنا. يهوذا الإسخريوطي كان في وسط الرسل وعاش أكمل حياته في رحلته مع السيد المسيح، إنما للأسف قلب بالشر على نفسه وأعمى قلبه فخان سيده ومضى وشنق نفسه. خان سيده ومضى وشنق نفسه. فاسهروا لئلا تخونوا سيدكم، اسهروا لئلا تشنقوا لأنفسكم. الخطية هي اللي بتشنق الناس، وعبودية الخطية تؤدي إلى موت وبتفصل الإنسان عن إلهه. تأخرت كثيرا في حبك. بيقول له إيه؟ أيها الجمال. يا أنت عارف ربنا جميل، ما كنت بتجري ولا الشهوة ليه يا أغسطينوس؟ بيقول له تأخرت كثيرا في حبك أيها الجمال الفائق. كمان مش جماله بس، الجمال الفائق والدائم جديدا إلى الأبد. جمال ما فيش زيه لما داقه. وده اللي شافته مريم لما كانت تقعد تحت أقدام السيد المسيح. مريم أخت مرسى تقعد تحت أقدامه بس تأمل في جماله. فكل واحدة فيكم ممكن تقعد تحت أقدام المسيح، كل واحد فيكم يقعد تحت أقدام المسيح ويتأمل في جماله ويشبع منه. صدقوني هقولك تعالى قوم كل، هتقول لهم أنا شبعان. تعالى ارتاح نام، تقول لهم أنا مرتاح مش عاوز حاجة. وده اللي بيحصل مع آباء رهبان كتير ومع ناس عايشة في عالم زيكم، ما بيقدروش يفرقوا إلههم أبدا. في إيه؟ مفيش عمى، في بصيرة داخلية من الداخل، بصيرة داخلية اللي بيشوف ربنا وبيكلم ربنا في حديث دائم بينه وبين ربنا، يصل إلى حد الشبع إن هو خلاص حتى الأكل والشرب وصل إن هو بيزهد فيه، والنوم وراحة الجسد بيزهد فيها. إن عايش في صلاة زي ما بيقول القديس أبو مقار، بيقول قلب الإنسان قصر المسيح، يسكن الملك ومعه الملائكة ورؤساء الملائكة. يا الملك بيسكن جوه قلبي، وده قصر ليه، وكمان الملائكة ورؤساء الملائكة رايحين جايين عليا. هناك تكون مملكته، هناك تكون مملكته. شاور على قلبك، شاور على قلبك، يبقى ده مملكة السيد المسيح موجودة. وعشان كده السيد المسيح قال ايه؟ ملكوت الله ايه؟ داخلكم. ملكوت الله داخلكم، داخل كل قلب كل واحد. وعشان كده بنقول لربنا علمنا هو في الصلاة الربانية ليأتي ايه؟ ملكوتك، يملك على قلبي، يملك على عيني لكي تبصر، عيني قلبي لكي تبصر، يملك على أفكاري لكي تتطهر، يملك على حواسي لكي أسمو بها لمستوى ولاد ربنا مش ولاد العالم، لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. ده الإنسان اللي عايش مع ربنا. يوسف العفيف كان في بيت فوتيفار، وكانت المرأة بتلح عليه بالخطية وتضغط عليه كل يوم وتسيره، وإنما كان حاطط مخافة ربنا قدامه وفي قلبه، وشايف ربنا قدامه في قلبه. ورغم الظروف اللي بتمر بيها يا يوسف، رغم الضغوط اللي بتمر بيها من اخواتك ومن البشر، وتقول كيف أصنع هذا الشيء العظيم مخطئ أمام الله. نروح احنا فين يا ولاد لما نقابل ربنا ونلاقي يوسف مكانه حلوة فوق، واحنا بنغضب ربنا في شهواتنا وفي الخطية، نسقط في الخطية بسرعة بنسقط في الخطية. والأسف ياما الواحد يتقابل مع ناس سقطوا في خطايا، وللأسف يعني الواحد عاوز يبكي عشانهم ويبرروا نفسهم،
أصل أنا ما أقدرش، ولقيت نفسي عشان كده وقعت في الخطية، والخطية دي الناس كلها بتعمل كده وأنا مش عارف إيه، وضغطوا عليا وعشان كده رحت واقع في الخطية. تبريرات. بدل ما الواحدة تيجي ودموعها بتسكبها هي بتعترف، أو الشاب أو الرجل يبكي على خطيته يبرر نفسه. طب يبقى ده توبة دي؟ يبقى اعتراف؟ ده تبقى دينونة. اللي يروح فيك ويعترف ويبرر نفسه يبقى دي دينونة عليه. إنما الواحد يسكب نفسه أمام الله على يد الكاهن ويعترف بخطيته ويزيل الغشاوة على قلبه ويزيل العمى الموجود على قلبه، حينئذ يبصر ويقول تأخرت كثيرا في حبك. يقول الآن أقوم وأذهب لأبي، زي مين ما قال لابن الدار الآن أقوم وأذهب لأبي. ما قالش بكرة، خلي بالكم، ما قالش لما أتوب، ما قالش لما أجمع نفسي شوية أروح أتوب، لا، أقوم وأذهب لأبي في نفس الوقت وأقول له أخطأت أمامك ومن السماء. نقدر نقول الابن الضال ده أعمى، شال الرشاور على قلبه وعلى أفكاره وعلى رجليه وقام جري عشان يقدم توبة. العروسة اللي في النشيد الأنشاد بتقول حجج زي ما احنا بنقول حجج. اروح اعترف بخطيتي ابرر نفسي او الوم الاخرين، اجيب اللوم على بابا، اجيب اللوم على ماما، اجيب اللوم على الشغل، اجيب اللوم على الناس اللي حوالين مني، اجيب اللوم على ان ضغوط الحياة خلتني اعمل خطية. كل ده تخلي الواحد يبرر نفسه. هل يليق ان الانسان يبرر نفسه؟ اجمل شيء ان الانسان يجيب اللوم على نفسه، يجيب اللوم على نفسه عشان الغشاوة دي تروح من قلب الانسان. إذا الإنسان كان فعلا عاوز يشوف خطاياه يسجد قدام إلهه ويصرخ ويقول له يا رب عرفني الطريق التي أسلك فيها، عرفني الطريق التي أسلك فيها. إذا الواحد فينا عرف الطريق التي يسلك فيها هيبتدي يزيل الأتربة الموجودة في حياته، يزيل الغبار الموجود، يزيل كل حاجة بتمنعني عن ربنا. ايه اللي بيوصلني للسقوط؟ ايه اللي بيوصلني للشهوة؟ ان انا دايما بنسى صوت إلهي. فعروس النشيد اللي كنت بكلمكم عنها من شوية بتبرر نفسها، فبتقول هو ربنا بيخبط عليها، فبتقول غسلت رجلي فكيف أوسخهما، خلعت ثوبي فكيف ألبسه. يا شوف ربنا يخبط على قلب كل واحد فينا واحنا نبرر نفسنا. غسلت رجلي، طب ده انت رجليك طول عمرها او رجليك انت طول عمرها في الخطية مليانة بريحة الخطية والوحل، وياما راحت أماكن برجليها للخطية. ولما يجي ربنا يخبط على قلبك تقول له أنا غسلت رجلي مش قادر أوسخهم، مش قادر أنزل تاني، خلعت ثوبي فكيف ألبسه. ليه تبرر نفسك؟ ليه تؤجل توبة؟ ليه تغلق أبواب حواسك عن صوت إلهك؟ أنر عيني يا رب. كل واحد فيكم بيقول المزمور ده، ويا ترى بتخلي بالكم انتوا بتقولوا ولا لا؟ أنر عيني لألا أنام نوم الموت.
يعني ممكن الواحد فينا يكون حي وهو ميت. حي وهو ايه؟ ميت. ميت في ايه؟ في حبك لإلهك. زكى العشار كان غني وياما ظلم ناس وياما كان سمعته سيئة في البلد كلها، إنما لما سمع باسم المسيح فأراد أن يرى وجهه، فطلع فوق الشجرة عشان يشوف السيد المسيح. ومجرد ما رآه زال العمى اللي موجود على قلبه. كيف يزكى وزيل هذا العمى من قلبك؟ ده أنت طول السنين كلها تتباهى وتتفاخر بظلمك وقساوة قلبك وفي شخصيتك في هذه البلدة، فكيف تخسر نصف أموالي كلها أعطيها للفقراء، وإن كنت أوشيت بأحد فأرد له 4 أضعاف. يا إيه الجمال ده! في ثانية ممكن أي واحد فيكم في لحيظة، مش في ثانية، لحيظة يعمل زي ما عمل زكى، يترك كل حاجة بتمنعه عن ربنا، وإن كان ظلم حد يردده 4 أضعاف، إن كان في قساوة قلب يترك قساوة قلبه، إن كان في كراهية في قلبه يترك الكراهية، كان في خصام بينه وبين أحد يترك باب أن يخاصمه ويقول له أخطأت ويقبل توبته. يا ما صدقوني ربنا مدينا عطايا ونتحاسب عليها، مدينا إيدين ونتحاسب عليها، مدينا عينين ونتحاسب عليها، مدينا رجلين ونتحاسب عليها، مدينا قلب وعقل، وللأسف بتستخدم كل هذه الأمور في عبادة هذا العالم وشهوات العالم. أتريد أن تبصر؟ يتبع المسيح. من منكم يريد أن يبصر فيتبع المسيح. حينئذ تزول الغشاوة عن قلبه وعقله وعن أفكاره وعن حواسه. من منكم يريد أن يبصر فيطرح نفسه أمام إلهه ويقول يا إلهي أنت قادر أن تنير قلبي وتنير عيني وتنير حواسي، لأن هذه ملك لك، وأنا في ضعفي وفي عجز عن أحبك يا إلهي. جبت الكلام ده منين أنا؟ ده قاله أغسطينوس قبل كده. قال إيه؟ قال له يا رب أعطيني أن أحبك بذات الحب الذي بيحببتني. يا أنت يا أغسطينوس بتقول الكلام الجميل ده، بقول له أعطيني أن أحبك بذات الحب الذي بيحببتني. خلاص الرشاوة زادت. فكل واحد فينا النهارده يتعلم الدرس ده، يقول يا رب أعطيني أن أحبك يا رب بنفس الحب اللي أنت حبيتني بيه. مش حب مصلحة، مش حب إن أنا آخد منك بس، ده أنا عاوز أحبك لشخصك، عاوز أحبك طوال سنين حياتي عشان أعوض اللي فات من عمري. أحبك في حديث دائم بيني وبينك، أنا ونايم بكلمك، وأنا سائل في الطريق أكلمك، وأنا في وسط الناس أكلمك، مشغول بيك. قلبي لا يهدأ، دقات قلبي تنبض بالحب تجاهك يا إلهي. ده اللي المفروض احنا نعيشه كأولاد ربنا إذا كنا عاوزين نبقى نبصر، إذا كنا عاوزين نكون في تبعية لإلهنا كل أيام غربتنا. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب تجدوا راحة نفوسكم. إلا فيكم عاوز يبصر يتعلم من السيد المسيح.
يتعلم من الوداعة، يتعلم من التواضع، تجد راحة لنفسكم. بيوتنا خربانة ليه؟ بيوتنا كلها نكد ليه؟ ليه متخانقين مع بعض ليه؟ ليه الراجل بيتخانق مع مراته، والأخ بيتخانق مع أخوه، والولد غير مطيع لأبوه، أو البنت غير مطيعة لأمها؟ مفيش حب، مفيش حب. لكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. فلو احنا زدنا الغشاوة هنبصر ونعرف ان الامور كلها تافهة. وزي ما بيقول بولس الرسول: احسب كل الاشياء نفاية لكي اربح مين؟ المسيح. احسب كل الاشياء نفاية. عارفين كلمة نفاية يعني ايه؟ زبالة. كلمة نفاية يعني ايه؟ شوية زبالة. كل اشياء يا بولس تحسبها نفاية؟ ده انت كنت يا بولس فيلسوف كبير وعالم بأمور كثيرة، وكنت بعتز بشخصيتك. دلوقتي بتقول احسب كل اشياء نفاية عشان تربح المسيح، عشان تقابل مع مين؟ مع إلهه وحبيبه ومخلصه يسوع المسيح. فكل شيء نفاية. فأنا مش عاوز العمر منكم يجري وتقولوا يا ريتنا عرفناك يا رب من زمان. الصغيرين يفرحوا بالكلام اللي ربنا بعته لهم النهارده عشان يحبوا ربنا ويلتصق بيه أكتر، والكبار العمر اللي جري منهم يقولوا يا رب شوية العمر الباقيين من حياتنا دول أنا هقضيهم معاك. كفاية بقى من العالم وشهواته. كفاية إنك أنت تملك عليا، تملك على أفكاري، تملك على قلبي، عشان أعوض اللي فات من عمري. إلهنا قادر أن يزيل كل غشاوة عن قلوبنا وعن عقولنا وعن عيوننا لكي نبصر إلهنا الحقيقي ونحبه من أعماقنا، كما وصانا أن نحب إلهنا من كل قلبنا وفكرنا وقدرتنا، ونحب قاربنا كنفسنا. إلهنا كل كرامة ومجد دائما أبديا. آمين.